موسم البطارخ وصل يا جدعان. لو عايزة بقى تعملي بوري مبطرخ، هو اليومين دول الوقت بتاعه يا بنات. انزلي بقى هاتي شوية بوري عسل كده صابحين واعمليهم بالطريقة بتاعت مسك، هتعملي احلى فسيخ عملتيه في حياتك. مربى يا جدعان، شايفين يا ولاد دايب ازاي؟ حاجة كده زي الكتاب ما جاء. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بقى يا بنات كده نغسلوا البوري ونشوفوا هنعمله ايه مع بعض. معايا يا بنات، ده مش بوري، ده طوبار. وتقولي لي ليه بتحب الفسيخ الطوبار يا مسك؟ اقول لك انا بحبه كده، بيبقى دايب كده يا بنات وبيبقى عسل صراحه. لكن البوري بيبقى تقيل على قلبي، معرفش ليه. المهم هما الاتنين بينفعوا يتعملوا فسيخه عادي، مفيش مشكله على فكره. انا جبت بوري تمام ومبطرخ يا بنات، والبطرخ بالصلاه على النبي كبير قوي ما شاء الله. غسلته الغسله التمام كده، مسكته غسلته من نخششه وخليته فل شمعه منور زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى يا بنات شوية سردين بلدي رشيدي من اللي قلبك يحبه. قلت اغسليهم كمان يلا وخليهم كمان بالمرة. غسلته كده، حسيت اللي هو فيه قشر كده، فرحت منزلها في الحوض تاني وبدأت اغسله واحدة واحدة. خليته قشطة بيضة هو كمان وسبته يتصفى وتحتيه طبق. تعالوا بقى شوفوا يا بنات. بصوا بقى، انا دلوقتي سبته يتصفى 3 4 ساعات تحت المروحة ماشي. وجبت بعد 3 4 ساعات وسبته يتصفى وينزل الدم بتاعه، جبت كده حته نظيفه من عندي وهبدا بقى اوريكم هو بقى عامل ازاي دلوقتي. بصوا يا بنات، 4 ساعات يا بنات تحت مروحه، شوفوا نزل قد ايه. دي الميه اللي هو نزلها. تعالوا بقى شوفوا السمكيه جددت وبقت عامله ازاي. نشفت يا بنات، المروحه نشفتها. 4 ساعات تحت المروحه نزل الدم اللي فيه ونشفت السمكيه، ما خلتهاش مبلة. بصوا يا بنات ما شاء الله تبارك الرحمن. انا رصيته على حته نظيفه زي القشطه البيضه وهبدا ارصه كده. حلو قوي. خلاص كده يا بنات انا رصيته جنب بعضه. هجيب بقى الحته التانية، هما جزئين يا بنات، هغطيه من فوق. اهم حاجه ان تحاولي تغطيه كويس جدا، ما يكونش باين منه حاجه خالص، عشان مفيش دبانه تكون واقفه عليه. لو دبانه وقفت على البوري ده خلاص كده هو باظ. هجيب بقى الجزء التاني كده وهبدا اكلفته يا بنات من فوق لتحته. ايوه كده، دي الطريقه بتاعه الصيف والشتاء بتاعتي يا بنات. بصوا بحاول على قد ما اقدر كده كل حته كده اداريه بحيث ما يبقاش فيه حاجه. تعالوا برضو بعد السردين ما قعد معايا 4 ساعات برضو تحت المروحه وصفى ميته كلها يا بنات، تعالوا نبداوا بقى نخللوه. معايا بقى كده يا بنات علبه هنحطه فيها كيس نايلون، كيس تلاجة يا بنات تمام كده تمام. اركني على جنب. ده هتجيبي 3 معالق بالظبط ملح، عليهم معلقتين شطه وورقه لوري واحده بس. هبدأ كده احط في القعر شوية ملح. هبدأ اجيب رق من السردين تمام كده. هما كل الحكاية ربع كيلو سردين يا بنات على فكرة. وهبدأ بقى اجيب بقية الملح كده واحطه من فوق، بس مش هحطه كله، حسيت ان هو هيبقى كتير قوي وهيحدق، وانا مش بحب السردين يكون حادق قوي يا بنات. كده عسل قوي. هبدأ اقلبه في بعضه كده. هجيب له بقى نقطة زيت يا بنات، بس يا ريت الزيت يكون نضيف ما يكونش ليه ريحة. كده عسل. هبدأ بقى اربطه، هسيبه بره على في اي مكان يكون دافي، اهم شيء ما يكونش فيه رطوبة تمام. وهغطيه واسيبه 3 ايام او يومين بكتير وهتكوني بتاكلي منه. ده تاني يوم يا بنات البوري، يعني انا كنت عاملاه الساعة 1 الظهر تمام. ده تاني يوم الساعة 3 العصر تمام كده، يعني قعد اكتر من 24 ساعة. حسيت ان هو خلاص كده، حسيت ان هو بدأ خلاص ان هو يعني يبقى معايا كده مورق منفخ كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. دي المرحلة الأساسية بتاعت السمك دي. يعني انت كده عديتي نص الطريق بتاع تمليح السمك. معايا بقى يا بنات نص كيلو
ملح صخري وده بيتجاب من عند اي عطار. انا حبيت النهارده اعمله بالشطه، عايزاه حراق شويه، حطيت عليه 3 معالق كبار شطه حراقه يا بنات مولعه. بصوا بقى يا بنات، اهم حاجه ان الصيف والشتاء بيختلفوا في تفسيخ الفسيخ. الصيف ليه طريقه، ممكن السمك يقعد اقل من 24 ساعه، وفي الشتاء يا بنات ممكن السمك يقعد اكتر من 24 ساعه. معايا بقى كيسه متينه كده يا بنات، هحط فيها قيمه كبشه بايدك كده ملح في القعر، وهتبداي ترصي السمك جنب بعضه، بس لازم تكون كيسه متينه كده عشان ما تتقطعش منك. حطيت كده 4 سمكات جنب بعض يا بنات بالطريقه اللي شايفينها دي، وهبدا احط رق ملح، رق رق كده يا بنات. هبدا بقى احط الرق التاني عكس يا بنات، يعني انا حطيت كده بالراس، انا السمك التاني الرق التاني هحطه عند الديل، تمام كده تمام. هبدا بقى ارش الملح اللي فاضل، بس كده، انا مش محتاجه اكتر من كده خلاص. ابدأي بقى اقفلي بقى الكيس بتاعك كويس جدا عشان ما يدخلوش اي هوا. حطيت له كمان معلقتين ملح ناعم يا بنات، عشان الملح الخشن بيقعد فتره عقبال ما يدوب، وانا عايزاه بصراحه اكله بسرعه. بصوا، قفلته بقى كويس جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، والكيسه متينه يا بنات تمام. ولو عايزه تحطيه في كيسه كمان مفيش اي مشكله، حطيه في 3 4 اكياس عادي. كده خلاص يا بنات، هبدا اجيب الاسترتش بتاعي وابدا الفه. اهم حاجه بقى الاسترتش ده، هو ده اللي بيخلي السمك يتكمر ويبقى معاكي عسل. ايوه كده، غلفي بقى شطراه من فوق لتحت ومن يمين وشمال، وبصي عايزاكي تخلصي الاسترتش ده كله عليه. ايوه خلاص كده يا بنات، انا خلصته ما شاء الله تبارك الرحمن، جهز معايا وبقى زي الفل. خلاص كده، يلا بقى نحطوه في صينيه، نجيبوا صينيه ونحط صينيه تحتيه لان هو بينزل ميه، ونسيبوه من 3 ايام ل5 ايام على حسب ما تشمي ريحته في المكان اللي انت حاطاه فيه. ده بالظبط يا بنات بعد 5 ايام تمليحه. انا كنت حاطاه في الفرن، والفرن ده في البلكونه والشمس كانت محوطاه، مفيش اي مشكله، ممكن تحطيه والشمس موجوده في المكان اللي انت حاطاه فيه عادي خالص. في ناس بيقولك حطيه في المطبخ والمكان ما يكونش فيه يكون ضلمه والحوارات دي، لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص. حطيه في مكان دافي، في الفرن، حطيه في فرن البوتاجاز بتاعك اللي في المطبخ، حطيه في الفرن البوتاجاز بتاعك على السطوح، مفيش اي مشكله يا بنات. اهم حاجه تكوني قافله المكان كويس عليه وخلاص. بصوا يا بنات، كده انا بطلع كده الفسيخ من مكانه، بحطه في علبه تمام عشان انا مش عايزاه يحدق تاني، خلاص كده انا استكفيت. في ناس هيقولوا لي وهيهاجموني ان انتي هتاكلي الفسيخ بعد 5 ايام ازاي، جربوا وانتوا هتصدقوا. اهم حاجه تمشوا بالخطوات اللي احنا ماشيين عليها. احنا عندنا في البلد يا بنات، احنا من كفر الشيخ، دسوق دي دي بلد ملكه الفسيخ، وكلكم عارفينها اكيد. كل الفسخانيه بياكلوا البوري بعد 3 ايام على فكره. انا قلت لكم 5 ايام، وممكن انا كمان اكله كمان 3 ايام، مفيش مشكله عادي خالص. اهم حاجه المرحله الاولانيه اللي هي ان انت تسيبي الفسيخ اكتر من 24 ساعه في الشتاء، وفي الصيف 24 ساعه على حسب الفسيخه بتاعتك ما تقب وتبقى منفوخه. اهم حاجه الفسيخ يوصل لمرحله النفخان دي، خلاص كده الفسيخه كده استوت معاكي. بصوا بقى يا بنات، انا كده نضفتها، انا غسلته على فكره، نزلت الملح والشطه من عليه لان اخويا مش بيحب الشطه. انا غسلته، وبعد ما غسلته فتحته وقطعت راسه من فوق كده تمام. انا عايزاكم بس تشوفوا ان الفسيخه مزبده ودايبه. بصوا يا بنات، عسل عسل عسل، ده فسيخ دلع. دلع يا بنات، مش حادق مش عادب. العادب حاجه والدلع حاجه والملح حاجه، يعني هو 3 انواع من الفسيخ طعمه او الملوحه بتاعته. احنا بناكله الدلع،
في ناس بياكلوا الوسط، في ناس بياكلوا الحادق قوي. فانت بقى كل يعني انت لو عايزه تخليه عادب هتخليه كمان يومين، لو عايزه تخليه حادق هتخليه كمان يومين. كل ما بتزودي المدة على الفسيخ كل ما يزيد الحدوقية بتاعته. عايزاكم بس تشوفوا بقى البطروخ، وتشوفوا جمال البطروخ. واحلى فسيخ ممكن تاكليه هو فسيخ البطاريخ ده، مع انه طبار. بصوا بقى حاجة كده كهرمان. تعالي افتحي التانية بقى كده وشوفوا جمالها. انا بمسح بس كده وعشان خاطر العين بتاكل قبل البق يا بنات. بوريكم بس جمال الفسيخ. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوية بطاريخ يا بنات، عسل عسل عسل. احلى موسم للبوري هو اليومين دول. تعالوا بقى نجربه كده وناكله كده حتة من قدام. عايزاكم بس تشوفوا الجمال. دايب دايب مربى. انا مش عاملة فسيخ، انا عاملة مربى يا بنات. جربوه يا بنات ان شاء الله هيعجبكم. ولو مشيتي بنفس التريكات اللي انا بقولك عليها ان شاء الله هتعملي احلى فسيخ، هتبهري كل الناس ومش هتشتريه تاني. تعالوا كده انا جبت 2 كمان وفتحتهم. وتعالوا نوريكم بقى ايه على كده قرب كده. شلت ديلهم التانيين، ما كنتش شايله ديلهم عشان ما تقولوش ده نفس المشهد. وهنفتحه كده. بصوا دايب معايا الفسيخ وبيتفتح بسهوله ازاي. تعالوا بقى نفتحوا التانية كمان ونشيلوا ديلها ونفتحوها بنفس الطريقه كده. دي احلى طريقه انا بحبها للفسيخ على فكره، يعني دي الفتحه المميزه بتاعتي. بصوا، والبطن مفيش بطن، يعتبر الفسيخ المبطرخ مفيهوش بطن اساسا. انضف كده من حواليا كده عشان العين يا ولاد. وتعالوا بقى نقربوا كده الكاميرا ونشوفوا الجمال. اصبروا بس كده، انا الحته دي بصراحه عايزه امسحها. بصوا جربوها يعجبكم. سلام.